طار لوحده. بلاش تبقوا جلادين، بلاش تبقوا قاسيين، بلاش تبقى قلوبكم قاسية. حبوا بعض، خافوا على بعض واسألوا على بعض، واعرفوا النهارده حياة ودنيا، بكرة آخرة. هتعملوا ايه بقى مع ربنا؟ يعني يا ريت نساعد بعض، يا ريت ما نقفش قدام بعض، يا ريت ما نبقاش قاسيين قوي على بعض. انا بكلمكم من التصوير كده، جه على دماغي ان انا اقول الكلمتين دول، لان بجد شيء صعب جدا 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 لما نبص نلاقي الناس عماله تأسفن 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 تأسفن. طب وبعدين يعني الدنيا مش مستاهله، والله العظيم مش مستاهله. اول ما واحد يقول لك انا سمعت، يا جماعه بطلوا حكايه انا سمعت وقالوا وقلنا لهم وهنقول، واصل فلان قال لي، اصل فلان سمع. ايه يا جماعه في ايه؟ لازم يبقى في برهان، لازم نبقى شايفين بعينينا. السوشيال ميديا دي من اسخم الحاجات اللي دخلت حياتنا، من اسخم يعني من اسفت ان لم تكن من اسفت. يعني لانك بتقرا الخبر وفي ناس، شويه ناس كده طالعين زي الليمون كده الاصفر في كل حته، بيقولوا حاجات ممكن ما تكونش حصلت، وحاجات بتبقى ساعات مدفوعه علشان بس يعملوا شو. ده وصل ان اهل بيتي بصحى من النوم بيقولوا لي يا حول الله يا رب، فلانه الفلانيه دخلت في غيبوبه وبنتها خدت فلوسها. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيحصل في بيتي انا؟ بيحصل عندي انا؟ انا بجد حقيقي يعني كنت اتمنى ان انا ما اطلعش بالنرف ده اقول لكم ما تصدقوش اي حاجه، ولا حتى انا اكتبها على صفحتي على السوشيال ميديا. لازم تتقال في نشره اخباريه بجد، لازم تتقال بجد على قناه موثوق منها. ممكن يكون عندي ادمن انا مش شايفاه او ما خدتش بالي منه، يكون له مصلحه في نشر شائعه ما. يا ريت نحب بعض ونخاف على بعض، وما تصدقوش اي حاجه تتكتب على السوشيال ميديا. تاني، لازم تبقوا متاكدين من صحه الخبر المتداول. لازم يبقى المصدر اكيد مصدق ومجرب. ما نأذيش بعض لمجرد اشاعه، ويا ريت ما نأذيش بعض خالص، يا ريت ما نأذيش بعض خالص، ويا ريت نحب بعض، عشان الحب بقى قليل قوي. يعني اتمنى انكم تحبوا بعض، تخافوا على بعض، وتدوا بعض، وتطبطبوا على بعض، وتستوعبوا بعض، وتعزوا بعض، وتفرحوا بعض. يعني هو ربنا خلقنا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.